بتسمعوا بالمثل اللي بيقول غلطة الشاطر بألف. الحقيقة هذا اللي صار حاليا مع وزيرنا المرموق المحبوب كان طيفه، واللي كان وقع كلماته علينا بلحظة تنصيبه كتير حلوة وكتير جميلة. للأسف الشديد وزير الثقافة محمد ياسين صالح والسيد جمال الشرع أخو الرئيس أحمد الشرع، للأسف هدول الشخصيتين إلهن وزنهم وإلهن قيمتهم بين الشعب السوري. للأسف بنتفاجأ أنه هن بضيافة الإرهابي فرحان المرسومي يلي أشهر من نار على علم، صوره وفيديوهاته المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتدل على أنه كان داعم ومؤيد للنظام البائد السابق برموزه. يعني له صور هلأ بحط لكم إياها مع مفتي الجمهورية كان حسون، مع أخوه للمجرم القاتل والثاني ماهر الأسد، مع بشار الأسد، وأحد أذرع إيران بسوريا كان بالشمال السوري للأسف الشديد. وكل المنطقة بالشمال السوري بيعرفوه، أهالي المنطقة، وبيعرفوه شو خلفيته وشو كان يعمل وشو كان يفعل. للأسف الشديد يعني أفعاله مقيتة جدا وغير مشرفة ومهينة. فكيف شخصيتين مرموقتين بالدولة بالحكومة السورية حاليا بيروحوا بيصافحوه بيمدوا ايدهم بايده، وحتى بيرتدوا عباءة من يعني هدية منه؟ ما بعرف كيف هاي التصرفات أبدا ما بتدل على تصرفات ناس مسؤولة. انتوا جرحتوا مشاعر السوريين بشكل مو طبيعي بأفعالكم وأعمالكم هاي، وأنتوا تحاسبوا مسؤولين على قيامكم بهاي الأفعال، لأنه أنتوا ما في مبرر أبدا يبرر لكم. ما فيك أنت وزير يعني حاليا بالدولة ما فيك تقول إنه أنا ما بعرف أو شو بدي أبحث بخلفية كل إنسان. طبعا بدك تبحث، هذا شغلك، أكيد مو شغلي ولا شغل فلان ولا شغل حدا من الناس العامة، هذا شغلك. ما أنت وزير، أنت بموقع تحاسب على أي زلة بتصدر منك. بالدول الغربية أي وزير أي رئيس بتصير معه زلة، بيصير معه موقف محرج، فوراً بيعتذر للشعب وبيقدم استقالته على الفور دون مجادلة ودون مجابهة ودون أي تبرير، لأنه لا يوجد تبرير. أنت بوضع يدك بيد هذا القاتل المجرم، فأنت هون عم بتهين الشعب السوري كافة، عم تقلل من قيمته، قللت من قيمة التضحيات يلي ضحى فيها الشعب السوري. كيف واحد مجرم قاتل تسبب بدعمه بتهجير ملايين السوريين وبقتل ملايين السوريين، فكيف أنت بتحط إيدك بإيد هيك إنسان؟ أبدا ما في أي سبب يبرر لك أفعالك وتصرفاتك، وأنت يجب أن تخرج بتصريح، وحتى بنتمنى أنك تقدم استقالتك لأنه أنت ما كنت على قدر المسؤولية. أي موقف ولو كان صغير أنت تحاسب وتسأل عنه، لا يمكن أنه يمر مرور الكرام أبدا. أنت مطالب باعتذار رسمي للشعب السوري كافة، وطبعا تصرفك لا يبرر، لأنه ما فيك تقول إنه أنا ما بعرف أبدا، لأنه نحن الناس العاديين بنعرف مين هذا الشخص. فكيف أنت بمكانتك أنت وزير ما بتبحث بتشوف بخلفية هذا الإنسان مين هو شو كان يشتغل، شو بيعمل، شو بيساوي؟ أبدا غير مبرر لك أي مبرر بدك تقوله ولا يقبل. هذا رأيي بزيارة السيد جمال الشرع أخو الرئيس أحمد الشرع ووزير الثقافة محمد ياسين صالح للمجرم والقاتل وتاجر المخدرات للأسف فرحان المرسومي. بتمنى تعطوني رأيكم وتقولوا لي شو رأيكم أنتم، وشو رأيكم بهاي الفيديوهات هلأ اللي عم تعرض وتشوفوها، والصور السابقة لهي الشخصية، وكيف وزير مثل وزير الثقافة مثل ما بقولوا بتروح وبتغيب عنه هاي القصة وبيقوم بهذا الفعل. بتمنى تعطوني رأيكم ومشاركاتكم، وشو التصرف السليم اللي لازم يتصرفوا وزير الثقافة والسيد جمال الشرع. ابقوا بخير وبصحة وبعافية جميعا، وسلام.